يلا باي 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 باي. صباح الخير يا حلوين، شلونكم؟ يا رب الكل بخير وصحة وسلامة وراحة بال. شلونكم متابعين الغالين؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وسلامة. اليوم رجعنا فيديو جديد وفيديو مليان حماس ونشاط بالعام الدراسي الجديد، وإن شاء الله هذا العام يكون حافل بالنجاح إن شاء الله جميع طلابنا. وهنا أنا مثل ما شفتوا بديت أول شي حضرت الأكل حتى ياخذونه للمدرسة، وأكيد من بعد ما يروحون الأولاد للمدرسة راح أبدي بالأعمال المنزلية اللي إيش قد ما نشتغل، وصدق الشغل ما يخلص، العمر يخلص والشغل ما يخلص. فهنا أنا بديت أنظف بالبيت، وطبعا مسويت لي توقيت زوزة ساعة تصير 7 لازم هي موجودة، لازم قاعدة، وأكيد شعوذة زوزة ما تخلص، فمخبلتني هاي الفترة كلش هواي. وهنا أنا طبعا الأولاد طبعا احنا شنو صار دوامين، دوام صباحي ومسائي، والبنات والأولاد وهكذا، في قسم صباحي وقسم ظهري. وهنا أنا ودعنا منتظر وراح أبدي بتحضيرات الغداء. فهنا بنات عندي هاي السمكة العملاقة هاي السمكة كبيرة، فأنا سويت قسمتها بالنص، وأخذت هذا النص راح أسويه مرق مال السمك، لأن شنو كلش طيب مرقة السمك، وحبيت اليوم هم أشاركها وياكم. وكتبونا بالتعليقات من يحب السمك، احنا من عشاق مرقة السمك. فهنا أنا ملحتهن وبهارتهن وبس شوية، يعني ياخذون الملح والبهارات تمام يعني. من بعدها أبدي أقليهم. وهنا أنا شوية عصرة ليمون، وراح نتركهم شوية ونبلش مرقتنا. وهنا بديت بنات أشوح البصل هو والثوم لحد ما يصيرون بهالشكل، ومن بعدها راح أضيف لهم المعجون. طبعا اللي ما مجرب مرقة السمك فنصحى انه يجربها لان كلش طيبة. طبعا قبل من اريد اسوي مرقة السمك، فاكيد يعني الاولاد يقولوا لي ما نحبها، فقلت لهم اول شي ذوقوها وانطوني رأيكم، يعني اذا طيبة فاني راح اسويها دائما لكم. فاكيد يعني اي شخص ما مجرب هاي الاكلة ما راح يعرف انه هي طيبة او لا. فهنا أنا من بعد ما كملت بنات وخلصت الحمد لله والشكر، طبعا ذاك الستاند مالكم علاقة مال التصوير. وهنا أنا بعد كملت وراح أخلي البخور، ومنتظرة طبعا يجون من المدرسة حتى نتغدى. فقلت لكم صارت شفتات، يا أما البنات صباحي والأولاد ظهري، يا أما بالعكس. فالحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين، وربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أولادكم بحق محمد وآل محمد. وهنا يا حلوين صبينا مرقة السمك، وإن شاء الله يسامكم العافية حبايبي. وهسه وصلنا للختام، أتمنى عجبكم هذا الفيديو واستمتعتوا وياي، وانتظروني في فيديو جديد. أحبكم كلش هواي.